يا ماما ريحة الغسيل اللي تجنن دي، والشقة ريحتها تحفة كده ليه؟ هو انت جايبة معطر بكام؟ المعطر ده ب40 جنيه. ب40 جنيه بس؟ معقولة؟ اه والله الجمال ده كله 8 لتر معطر ب40 جنيه بس. والله يا جماعه ده مش اعلان، انا مش مستفيده اي حاجه، لان الريتش حتى بتاع قناتي لو انتوا شفتوه هتلاقوا الريتش مش عالي قوي عشان اعمل اعلانات. بس حقيقي ما ينفعش اعرف ان في حاجه جميله وموفره وتنفع الناس وما اقولش عليها. اللي انتوا شايفينه قدامكم ده دي ازازه معطر مركزه من شركه هايلوكس. انا سمعت عنها من ناس اصحابي وحبيت اجربها. هي سعرها مش غالي، قلت هجرب تجربه. الازازه دي ينفع استخدمها كلها مره واحده، اعمل بيها 8 لتر. لو انت عايزه تجربي نصها بس تجربي نصها على 4 لتر. لو عايزه تضيفي منها في الغساله ممكن عادي. في ميه الشطف هتضيفي كده بتاع نقطتين او معلقه من المعطر ده. هوريكم هنا الطريقه ازاي هنعمله بسهوله جدا جدا. هو مكتوب على العلبه انها 80 ملي. هجيب طبق كبير او بستله واضيف فيها علبه المعطر كلها، وابدا اضيف الميه. اعاير عندي دورق معياري 2 لتر ب2 لتر، واضيفهم بالتدريج. اهم حاجه تقلبي كويس جدا، هتلاقي بسم الله ما شاء الله الريحه تحفه وبتثبت في الغسيل بطريقه جميله جدا. حقيقي والله انا جربته فعلا حلو قوي قوي. فيه روايح مختلفه، انا اخترت ريحه اللافندر الصراحه لاني بحبها قوي. انتي ممكن تختاري الريحه اللي تعجبك. بالتدريج كده هنفضل نضيف المية 2 لتر ب2 لتر بالراحة ونقلب لحد ما اخلص 8 لتر كلهم. كده انا خلاص ضفت 8 لتر ميه. 8 لتر ميه عمل لي 8 لتر معطر. يعني اللتر بالظبط ب5 جنيه. يعني عايز اقول لكم يا جماعه توفير التوفير وحاجه رخيصه جدا. والريحه فعلا هتجربوها وعن تجربه والله جميله قوي. وطبعا عشان تحافظي على الكميه اللي عملتيها لازم تحفظيها في برطمان او جيركن مقفول كويس وتشيليها لحد ما تخلصيها او تستخدميها كلها. انا هنا جبت جيركنين ومليتهم كلهم ب8 لتر، وبقيت استخدمهم في كل الاغراض المختلفه عادي، في الغسيل، في الارضيات، ممكن ارش منهم على الفرش. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في قناتي والشير واللايك لكل اللي بتحبوهم. ودمتم يا رب دايما بصحة وعافية.